السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم يا رب الجميع يكون بخير وفي افضل حال. النهارده حلقه جميله جدا هنتكلم عن ظروف التكرار اللي هي الادفيربس اوف فريكوينسي. ظروف التكرار احنا بنستخدمها للتعبير عن عدد مرات حدوث الفعل، يعني الفعل ده بيحصل كام مره. قبل ما انسى، الفيديو ده هديه او اهداء مني لبهنسي وفوزيه، هم عارفين نفسهم كويس. يلا يا شباب نبدأ مع بعض ونشوف. موجود معانا على السبورة الادفيربس اوف فريكوينسي اللي هي ظروف التكرار. أول حاجة عندي always يعني دائما. الحاجة هنا بتحصل بنسبة 100%، 100% أهو. طيب usually يعني عادة. الفيرب ممكن يكون بيحصل بنسبة 90%. تمام؟ often يعني غالبا، وهنا الفيرب ممكن يحصل بنسبة 80 أو 70%. أوكي؟ عندي sometimes يعني أحيانا، وهنا بتحصل بنسبة 50%. تمام يا شباب؟ occasionally اللي هي من حين لآخر، وعندي هنا الفيرب ممكن يحصل بنسبة 30% اللي هي 30%. rarely اللي هي نادرا، الفيرب ممكن يحصل بنسبة 10% أو hardly ever نفس الكلام. never هنا بتحصل بنسبة 0%، يعني 0%، مش بعمل الفيرب ده خالص. طيب تاني يا جماعة هنقولهم always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, hardly ever أو never. تمام يا شباب؟ طيب هنتكلم عن استخدام ظروف التكرار. بتيجي أو بتتحط فين بالظبط؟ فين في الجملة؟ طيب عندي ليها استخدامين. أول جزء استخدامها مع المين فيرب. استخدامها مع المين فيرب زي ما هو موجود عندي هنا. المين فيرب اللي هو الفعل الأساسي. وليكن مثلا عندي get up، فعل اللي هو يستيقظ. ممكن ادي مثال، هنقول he always gets up early. هو دايما بيصحى بدري. لاحظ هنا ان ظرف التكرار اللي هو عندي always جاء قبل الفعل الاساسي. تمام؟ الفعل الاساسي هنا هنقول مثلا ان هو فعل ضعيف، اما هنا ظرف التكرار اقوى منه فبيسبقه، فلازم يجي قبله. حط دي في بالك كويس. يبقى عندي هنا ظرف التكرار اقوى من الفعل الاساسي فلازم يسبقه ويجي قبله. تمام يا شباب؟ طيب لو عندي بقى verb to be اللي هو ايه مثلا verb to be am with are. احنا طبعا ممكن نستخدم ظروف التكرار هنا عن تكرار فعل في المضارع او في الماضي، ولكن هنا هنتكلم عليه مثلا وليكن am with are اللي هو verb to be في المضارع. طيب ناخد مثال ويقول لي مثلا he is always happy. هو دايما فرحان. تمام؟ عندي هنا verb to be is get up always. يبقى عندي verb to be فعل أقوى، فعل أقوى من ظرف التكرار ولذلك يجي قبله. تاني يا شباب، الفعل الأساسي verb to be ظرف التكرار يجي قبله، يسبقه فيتحط قبله، ولكن في حالة verb to be ده فعل قوي هو اللي يسبق يجي قبل ظرف التكرار. فعل بيروح الجيم في فعل قوي، محدش ما بيرضاش ان ظرف التكرار يسبقه او يجي قبله. تمام يا شباب؟ طيب هل every اللي هي بمعنى كل، every بمعنى كل اسبوع، كل يوم، كل ساعه، كل شهر، هل ده او هل الكلمه دي تعتبر ظرف من ظروف التكرار؟ لا، هي مش ظرف تكرار، هي كلمة تعبر عن التكرار. كلمة تعبر عن التكرار لأن هي موقعها في الجملة بيختلف عن موقع ظروف التكرار. طيب إزاي؟ ناخد مثال. ممكن أقول I go to
the park. أنا بروح البارك every Friday. أنا بروح البارك كل يوم جمعة. يبقى جت هنا فين؟ ملهاش علاقة هنا بالفيرب الأساسي، جت بعيد عنه خالص. وممكن أقول every Friday أبدأ بيها الجملة every Friday I go to the park. كل يوم جمعة بروح البارك. يبقى احنا هنا اتكلمنا عن استخدامات الادفيربس اوف frequency. بتيجي فين موقعها، فين في الجملة مع الفعل الأساسي أو الفيرب الرئيسي، وفيرب to be اللي هو am و is و are. واتكلمنا عن every، عرفنا ان every هي مش ظرف تكرار ولكن هي كلمة تعبر عن تكرار الفعل. تمام؟ طيب هنتكلم بقى على how often. أنا ممكن أستخدم ظروف التكرار دي أو الادفيربس اوف frequency للإجابة على السؤال اللي بيبدأ ب how often. how often طبعا معروف إن هي كم عدد المرات أو كم مرة أنت بتعمل فيها الفعل ده. فممكن أستخدم ظرف التكرار للإجابة على how often. طبعا ينفع. وليكن عندي مثال بيقول لي how often do you go to the beach? How often do you go to the beach? كم مرة أنت بتروح فيها الشاطئ؟ يعني بتروح تصيف أو بتروح الشاطئ كم مرة؟ فممكن أقول I always أو I usually أو I often go to the beach. تمام يا شباب؟ يبقى أنا ممكن أستخدم تاني ظروف التكرار للإجابة على السؤال اللي بيبدأ ب how often أو كم عدد المرات. تمام؟ أتمنى الفيديو يكون فاد الجميع ويكون استفدنا. طبعا الفيديو ده مخصص لطلبة الابتدائي وطلبة المرحلة الإعدادية، لأن دايما بيبقى عندهم لبس أو لخبطة في استخدام ظرف التكرار مع الفعل، بالذات الفعل الأساسي والفعل verb to be. تمام؟ في ناس بتتلخبط ما بيبقاش عارف يحط قبل الفعل ولا بعد الفعل، فاحنا حابين نشرحه النهارده ليهم، ولعل الفيديو يكون ان شاء الله مفيد للجميع. وما تنساش لاول مره تشوف القناه بتاعتنا تشترك فيها وتعمل لايك وشير عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.